فيلمنا بيبدأ يوم 1 يوليو سنة 2014 وبنكتشف إن العالم بقى في كارثة بتهدد حياة البشرية، وده لأن الاحتباس الحراري وصل لمستويات مرعبة. لكن حكومات الدول اجتمعت وصنعوا مادة اسمها CW7 وقرروا إنهم ينشروها في المنطقة العليا من الغلاف الجوي عشان تقلل من درجات الحرارة ويرجع البشر يعرفوا يعيشوا على كوكب الأرض. وفعلا نشروا المادة دي، وفي أول كام يوم درجات الحرارة انخفضت بصورة طبيعية وبقى الكل قادر على الحياة. لكن فجأة درجات الحرارة بتقل بشكل رهيب وبقى كوكب الأرض غير قابل للحياة وكل أشكال الحياة عليه بتنقرض، ما عدا بس مجموعة من البشر قدروا إنهم يحتموا بداخل قطر قبل فوات الأوان. بعد كده بنشوف الأحوال في القطر ده واللي بتبقى كارثية، لأن بيكون القطر متقسم لطبقات. الطبقة الأولى واللي هم طبقة الأغنياء عايشين في مقدمة القطر بياكلوا اللحوم وأشهى الأكل، والطبقة التانية وهي غالبية سكان القطر عايشين تحت ظلم واستعباد من رجالة الطبقة الغنية، وبياكلوا بروتين بار بيكون طعمه سيء لكنه كفاية عشان يخليهم عايشين. وزي كل يوم الحراس في القطر بيعدوا الأشخاص اللي من الطبقة الفقيرة وبيكونوا هيعملوا مشكلة مع واحد اسمه كريتس لأنه مش راضي يسمع الكلام، لكن بنكتشف إنه كان بيعمل كده عشان يعرف عدد الحراس. وبعدها بنشوف قسوة وظلم الحراس اللي بياخدوا واحد عجوز من مراته بيضربوها، وده عشان يروح يعزف للناس الأغنياء. وبنرجع تاني لكريتس واللي بيكون بيجهز خطة للانقلاب على النظام ده هو وصديقه أدجار، وبيروحوا لواحد من الأطفال واللي بيكون اسمه تيمي وبيصروا إنهم ياخدوا البروتين بار بتاعه. في الأول بيهرب منهم لكنهم بيعملوا معاه صفقة وبياخدوا منه البار، وبنكتشف إنهم كانوا عايزين البار عشان جواه رسالة سرية من واحد بيساعدهم من الحراس، وبيكون مكتوب جواها اسم وهو نام كونج مين سو، واللي بنكتشف إنه خبير أمني ولكنه محبوس في قسم السجن، وبيكون هدفهم هو تحريره لأنه هيكون الحل الوحيد لنجاح خطتهم. وبنكتشف إن هدف كريتس هو عمل ثورة وإنهم يتحكموا في غرفة المحرك، وساعتها يقتلوا ويلفرد وده يبقى زعيم الطبقة الغنية، وهيخلوا غيليام وده واحد عجوز من الطبقة الفقيرة يبقى هو الحاكم. لكن عشان يعملوا ده محتاجين في 4 ثواني إنهم يعبروا عن طريق 3 بوابات، وده لأن البوابات الأمنية ال3 بيفتحوا مع بعض في نفس اللحظة ومفيش قدامهم حل تاني. وبعدها بنشوف إن حصل تفتيش مفاجئ من رجال الأمن على المنطقة بتاعة الفقراء، وبيكونوا بيبحثوا عن الأطفال الصغيرين وكل الأطفال بيطلعوا، وبتيجي واحدة ست تقعد تقيس فيهم، لكن تيمي بيكون مستخبي تحت هدوم أمه، لكن الست دي بتشوفه وبتاخده وبتقعد تضرب في والدته وبتاخده وبتمشي. ولكن بيجي واحد اسمه أندرو بيحاول يوقفها وبيرمي عليها جزمة وبتتصاب، فبيجي رجال الأمن وبيمسكوه وبيضربوه، وبعدها بيقلعوه هدومه وبيحطوا طوق حديد غريب على إيده، وبيفتحوا واحدة من شبابيك القطر وبيطلعوا منها إيد أندرو لمدة 7 دقايق عشان تتجمد بشكل كامل. وأثناء ال7 دقايق دول بتيجي واحدة من الناس الأغنياء واللي تعتبر هي وزيرة ويلفورد، وبتقعد تتكلم معاهم عن قد إيه هم حقراء ومكانهم دايما هيكون تحت الأغنياء. وبعد ما ال7 دقايق بتخلص بيطلعوا إيد أندرو من الشباك وبتكون اتجمدت بشكل كامل، وبيجيبوا مطرقة وبيكسروها. وبيجي غيليام وهو متعصب وبيتكلم مع الوزيرة وبيقول لها قولي لولفورد إني عايز أتكلم معاه. وبيكمل كريتس استعداداته وبيكتشف إن أسلحة الحراس ما فيهاش طلق، وده بيكون تخمين لأن الوزيرة كانت متعصبة وبتقول لواحد منهم ابعد السلاح اللي ملوش لازمة ده. وبيخمن كريتس إن كل الرصاص اللي مع رجال الأمن خلص من 4 سنين من ساعة آخر انقلاب حصل. وبيجمع كريتس وكل اللي موجودين شوية أنابيب وبيعملوا بيها أنبوبة طويلة قوي هيستخدموها في منع الأبواب من إنها تتقفل بعد 4 ثواني. وبيجي الوقت بتاع توزيع الأكل، وأول ما الحراس بيجوا الفقراء كلهم بيعملوا احتجاج، وده عشان يدوا وقت لكريتس عشان ينفذ الخطة بتاعته. وفعلا في الوقت المناسب بيطلع كريتس يجري قدام واحد من الحراس، والحارس بيحاول انه يضرب عليه نار، ولكن زي ما كريتس توقع السلاح فاضي. وبقية الناس بتنطلق بسرعة مع الأنبوبة الطويلة وبيوقفوا بيها كل الأبواب من إنها تقفل. وهنا بتبتدي المعركة بين الفقراء ورجال الأمن، وبيكون الفقراء هم اللي منتصرين. لكن لما بيوصلوا منطقة السجن بيكون في رجل أمن ضخم وقوي جدا، بس في النهاية بيقدروا إنهم يخلصوا عليه وبياخدوا منه المفاتيح وبيروحوا عشان يحرروا نام كونج. وفعلا بيتحرر وبيكون مش فايق، ولكنهم بيفوقوه بمخدر اسمه كرونول، وبيكون نام مدمن المخدر ده. ولما بيصحى بيقعد يتكلم معاهم عن طريق جهاز ترجمة لأنه مش بيتكلم إنجليزي، وبيحاول نام يشتتهم عشان يهرب منهم ولكنهم بيمسكوه، بس هو بيقدر إنه يفتح باب زنزانة شخص آخر واللي بنكتشف إنها تبقى بنته. وبيوصل لاتفاق مع كريتس وهو إنه على كل باب يفتحوا ليهم ياخد قطعتين من مخدر الكورونول. وفعلا بيروحوا
بيروحوا عشان يفتحوا أول باب، ولكن في الوقت ده يونا واللي تبقى بنت نام بتقول لهم ما تقلقوش مفيش حد هنا. وفعلا أول ما بيدخلوا بتكون الغرفة فاضية ومفيهاش أي حد، ولكن بيكون فيها شبابيك والأول مرة من زمن يشوفوا العالم الخارجي واللي بيكون لسه متجمد وميت زي ما هو. بعدها نام بيفتح الباب التاني وبيكون مفيش جوه غير شخص واحد بس وهو باول، وده كان واحد من الفقراء، لكن الأغنياء أخدوه عشان يعمل لهم البروتين بار اللي بيتوزع على الفقراء، واللي بنكتشف إنه معمول من الحشرات والقاذورات. وفي وسط ما كريتس هناك بيلاقي رسالة جوه بروتين بار تاني وبيكون مكتوب فيها مية، وبيفكر كريتس في الموضوع هو وغيليام، وبيقرروا إنهم يروحوا لغرفة تحلية المية، ولو راحوا ليها وسيطروا عليها ساعتها هيكونوا هم المتحكمين في القطر كله. ساعتها بيروح كريتس يتكلم مع يونا وبيكتشف إن عندها قدرة غريبة بيسميها قدرة الاستبصار، لأنها بتقدر تشوف اللي ورا الأبواب. وبيجي موعد فتح الباب التالت، ولكن فجأة يونا بتقول لأبوها لا بلاش تفتحه، وبتبقى مرعوبة. وأول ما بيتفتح الباب بيكون وراه كمية كبيرة من الرجال المقنعين واللي بيكون معاهم أسلحة يدوية كتير، وبتبتدي معركة شرسة بين المقنعين والفقراء، وبيكون في خسائر من الطرفين، والمكان بيتملي بالدم في كل مكان حرفيا، وبيبقوا ماشيين في برك من الدم. لكن في الوقت ده وفجأة بيجي مجموعة من طاقم القطر وبيقولوا لهم سنة جديدة سعيدة، فبيوقف الكل قتال. وبنكتشف ان القطر ده بيتحرك دايما، وكل سنة بيعدي على جسر اسمه جسر كاترينا، وهم بيعتبروا ان مع كل مرة بيعدوا على الجسر ده فده معناه بداية سنة جديدة. وفي المنطقة دي بيكون على قضبان السكة الحديد حواجز جليدية كتير، وبيمروا منها واحد ورا التاني، ولكن بيكون الوضع صعب. وبعد ما بيعدوا من كل ده بيرجعوا يكملوا خناق ولا كأن حاجة حصلت. في الوقت ده بتيجي الوزيرة وسط عدد كبير من الرجالة، وبتقعد تتكلم وتقول ان الفقراء دول حقراء وانهم لازم يتعاقبوا، وانهم قرروا ان 74% منهم لازم يموتوا. وساعتها بنشوف ان الرجالة اتباع ويلفورد بيلبسوا نظارات رؤية ليلية، وبنعرف ان بعد جسر كاترينا في نفق طويل وبيبقى مظلم، ورجالة ويلفورد بيستغلوا الموقف وبيفضلوا يضربوا في الفقراء وبيقتلوا عدد كبير منهم في وقت قليل. لكن كريس بيبقى عامل حسابه، وبيكون في طفل معاه عود كبريت بيولعه وبيعمل بيه شعلة شمعة كبيرة عشان تبقى مصدر إضاءة. وأندرو بياخد الشمعة دي وبيطلع يجري عشان يلحق كريتس واللي معاه، وفعلا بيوصل في الوقت المناسب وبيمسكوا الشمعة دي وبيولعوا في أسلحة كتير وبيحاربوا بيها لحد ما بيخرجوا من النفق. ساعتها واحد من الفقراء بينجح في إنه يصيب الوزيرة في رجليها وبتقع على الأرض، وبيبقى كريتس رايح عشان يمسكها، لكن في نفس الوقت أدجار بيكون ممسوك من واحد من رجالة الوزيرة وبيكون هيموت لو كريتس معرفش يلحقه. بس للأسف كريتس بيضطر يضحي بصديقه وراح مسك الوزيرة، وفعلا بيموت أدجار، والكل بيبطل ضرب في بعضه لما بيشوفوا إن الوزيرة اتمسكت. وقتها الشخص اللي كان ماسك أدجار وقتله أول ما شاف يونا جري عليها بسرعة، وكان من الواضح إنه عايز يقتلها، ولكن بيجي حد من وراه وبيقتله وبيحمي يونا. وبعدها بنشوف إنهم بيحاولوا يستجوبوا الوزيرة وبيعرفوا منها مكان الأطفال اللي اتاخدوا وأي معلومة عن ويلفورد، وفي النهاية بتقول لهم الوزيرة إنها تساعدهم وهتخون ويلفورد، وفي المقابل هم لازم يقتلوه. وبيجي الليل والكل بيرتاح إلا كريتس وغيليام، واللي بيكونوا بيفكروا يعملوا إيه. والخطة بتكون سهلة وبسيطة، هي الوصول لمقدمة القطر وقتل ويلفورد. وبيكون كريتس هيتقدم للأمام مع مجموعة قليلة قوي، والباقي مع غيليام هيقعدوا ورا يحرسوا المساجين ويكونوا مستعدين لأي حاجة تحصل. وتاني يوم بيفتحوا الباب الجديد وبيدخلوا في منطقة عبارة عن مزرعة حرفيا فيها كل ما يمكن تخيله، وبعدها بيدخلوا على مكان عامل زي حوض سمك ضخم، وكمان بيكون فيه مطعم سوشي، فبيقعدوا ياكلوا سوشي، ولكن بيدوا الوزيرة بروتين بار معفن علشان تاكله. وبعدها بيدخلوا على مكان شبه محلات الجزارة وبيكون فيه كمية رهيبة من اللحوم. وبعد كده بيدخلوا على قسم جديد واللي بيكون عبارة عن غرفة بتبقى عبارة عن مدرسة للأطفال الصغيرين، وبيكونوا قاعدين بيتعلموا هناك، وحرفيا بيتعلموا من الصغر تقديس ويلفورد، وبيبقوا شايفين انه السبب في انهم لسه احياء، وانهم من غيره او من غير القطر ده فكانوا هيموتوا. وبعدها بيجي شخص بيكون معاه عربية مليانة بيض مسلوق، والمفروض انه اتسلق عن طريق المية اللي اتسخنت بسبب المحرك اللي اخترعه ويلفورد العظيم، والكل بيقعد ياكل البيض ده وبيكونوا مبسوطين، وده زي عيد كده بيعملوه كل سنة. لكن البيضة اللي بتبقى مع كريتس بتبقى مختلفة، لانها بيكون جواها رسالة تانية مكتوب فيها الدم. وفجأة بنلاقي ان الشخص اللي كان بيوزع البيض معاه رشاش، وبتكون العربية اللي فيها البيض مستخبي جواها اسلحة كتير، وبيروح يحرر المساجين
المدرسين اللي وراه وبيقتل كل الناس اللي هناك. وبنشوف إن المدرسة بتاعت الأطفال هي كمان معاها سلاح وبتقتل أندرو، ولكن في الآخر بيقتلوها وبياخدوا منها السلاح. وبيكون في الغرفة اللي هم فيها تلفزيون بيجي عليه بث مباشر لواحد من رجالة ويلفورد وهو بيقتل غليام، وساعتها كريتس بيتعصب بشدة وبيقتل الوزيرة. بعدها بيكملوا في طريقهم وبيعدوا على ناس كتير من الطبقة الغنية، وبيكونوا عايشين عيشة مختلفة 180 درجة عن عيشتهم هم. ووسط ما هم بيعدوا الراجل أبو بدلة اللي شغال مع ويلفورد بيحاول يضرب نار على يونا ويقتلها من بعيد، ولكنه بيفشل وبيفضل يجري ورا كريست واللي معاه لحد ما بيكون قريب منهم. وفعلا بيدخلوا في أوضة عبارة عن ساونا وبتبتدي معركة ما بينهم، وأبو بدلة ده بيقتل تقريبا كل اللي مع كريتس، وكان هيقتل كريتس شخصيا، ولكن في آخر لحظة بيجي نام ويونا وبيحموا كريتس وبيقتلوا الراجل ده. وبيكون من ضمن الناس اللي قتلها أبو بدلة هي أم تيمي، واللي بتوصي كريتس إنه لازم يلاقي ابنها اللي اتاخد من ويلفورد ورجالته. وبعدها بيكمل كريتس ونام ويونا في طريقهم لحد ما بيوصلوا للباب اللي ورا ويلفورد، وبيكون كريتس متعصب وعايز يفتح الباب، ولكن نام بيحاول يهديه وبيقول له اهدى شوية لازم نفكر قبل ما نفتحه. ساعتها بيقعد كريتس يحكي لنام عن أول أيامه في القطر، وبيقول إن لما الكارثة دي حصلت جه ويلفورد ورجالته أخدوا كل حاجة من الطبقة الفقيرة وحبسوا أكتر من 1000 شخص في مكان ضيق وسابونا نموت من الجوع والعطش. ومع الوقت ابتدى الناس تاكل في بعضها حرفيا، ومن ضمنهم كريتس اللي داق طعم لحم البشر. وبيحكي قصة إن في مرة كان في ست معاها طفل رضيع، فقتلوا الست وأخدوا منها الطفل الرضيع عشان ياكلوه، لكن جه راجل عجوز وقطع دراعه وقال لهم كلوا ده ويسيبوا الطفل الرضيع. وبيكون الراجل العجوز ده هو غيليام والطفل هو أدجار، واللي قتل أم أدجار يبقى كريتس. المهم بعد كده بيطلب كريتس من نام إنه يفتح الباب، ولكنه بيرفض وبيقول له أنا مش هفتح الباب بتاع ويلفورد، ولكن أنا عايز أفتح الباب بتاع العالم الخارجي. فبيقعد نام يقول لكريتس إن الجليد ابتدى يبقى أقل وابتدى إنه يسيح، وقعد يديله في أدلة، ولكن كريتس بيبقى مش مصدق. وبنكتشف إن نام ما كانش بيجمع كرونول عشان يتعاطاه، ولكن بيجمعه عشان يعمل منه قنبلة يفتح بيها باب القطر على العالم الخارجي. وده لأن الكرونول هو صحيح مخدر ولكنه قابل للاشتعال والانفجار. وفي الوقت ده الباب بتاع أوضة ويلفورد بيتفتح وبيخرج منه الست اللي أخدت تيمي وبتضرب رصاصة على نام، وبتاخد كريتس لويلفورد وبتقول له ويلفورد عزمك على العشاء. فبيدخل كريتس يتكلم مع ويلفورد، وبنكتشف إن كل اللي بيحصل والتمرد ده كان كله خطة بين ويلفورد وغيليام، وكانت الخطة هي القضاء على 74% من عدد الفقراء، وده عشان يفضل عددهم قليل والأكل يكفيهم. وكان المفروض إن التمرد يخلص عند جسر كاترينا، ولكن لما أندرو جه بالنار وعمل هجوم مضاد الدنيا باظت منهم. وبيكون كريتس مش مصدق الكلام اللي بيتقال على غيليام ده. وبعدها بيتصل ويلفورد على الشخص اللي كان حاطط الأسلحة وسط البيض وبيأمره بقتل عدد كبير من الفقراء. وأول ما بيسمع كريتس الكلام ده بيتجنن. وفي الوقت ده بنشوف إن الشخص أبو بدلة لسه عايش، وبنشوف إن يونا بتروح لأبوها المصاب، ولكن بيكون في ناس كتير من الأغنياء بيحاولوا قتله هو ويونا، لكنه بيحاول إنه يخليها تفتح الباب وهو يقعد يحميها. وساعتها بيجي أبو بدلة وبيكون هيقتلهم، فنام بيطلب من يونا إنها تفجر الباب. وبنرجع تاني لكريتس وويلفورد، وبنكتشف إن ويلفورد هو اللي كان بيبعت الرسائل طول الوقت ده لكريتس، وبيطلب منه إنه يكون الخليفة بتاعته في قيادة القطر. وبنكتشف إن طول الفترة دي كان ده مخطط ويلفورد لكريتس، وبيكون بيعمل كده بحجة إنه بقى كبير في السن ومحتاج خليفة. ولكن في الوقت ده يونا بتثبت القنبلة وبتروح لكريتس عشان تاخد منه الكبريت وتفجر القنبلة، ولكنه بيكون ابتدى يقتنع بكلام ويلفورد ومش بيديها حاجة. وساعتها بتحس إن في شخص تحت الأرض، فبتفتح واحدة من البلاطات بتاعت المكان اللي هم فيه، وبيكون تحتيها جزء من المحرك، وبيكون اللي بيشغله هو طفل. وبنكتشف إن الأطفال اللي بتتاخد من الفقراء بيروحوا يشتغلوا في جزء معين من المحرك لأن بيكون حجمهم صغير ومناسبين ليه، ومنهم تيمي. في الوقت ده كريتس بينقذ تيمي ويونا بتشغل القنبلة، وبيروحوا كلهم يحتموا في أوضة ويلفورد، ولكن الانفجار بيبقى ضخم جدا لدرجة إنه بيعمل انهيارات جليدية بتبقى السبب في إن القطر ينقلب وبيتدمر بشكل كامل. ويونا بتفضل عايشة هي وتيمي، ولكن أبوها بيموت ومش بتشوف كريتس. ولما بتخرج هي وتيمي للعالم الخارجي بيقدروا يعيشوا مش بيموتوا من التلج، وبيلاقوا دب قطبي على قيد الحياة. وهنا بيخلص الفيلم. ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان تشاركنا في كل جديد، ويا رب تكونوا استمتعتوا معنا. شكرا ليكم، سلام.